فعاليات بطولة فقيد الوطن المرحوم قاسم يحيى جلب التي نظمت في كرة القدم للشباب بمشاركة 7 فرق مثلت قرى وعزل مديرية ريف إب، حيث أقيمت البطولة في قرية المحاط مسقط رأس الفقيد. حقيقة اليوم سعدنا وباسم قيادة السلطة المحلية نختتم بطولة فقيد الوطن المرحوم قاسم جلب، يعني وتعازينا بداية لكافة آل جلب وكافة أبناء محافظة إب على فقيد الوطن رجل الخير والعطاء، الداعم الأول والأسرة الأولى الداعمة للأنشطة الرياضية. البطولة جاءت في المستوى المنتظر فنيا وجماهيريا، واستطاع فريق المجمعة من تحقيق الفوز في اللقاء الختامي على فريق اليهاري بهدفين نظيفين. وعبر أبناء منطقة عزلة الروس عن ما يحملوه في قلوبهم للفقيد من حب وتقدير وإجلال. نترحم على الفقيد رحمة الله تشيه، ونشكر كل من راعنا وكل من دعمنا، ونشكر كل من حضر تفاعل معنا. الرجل كان ذو أثرا طيبا وعظيما، وكان له علاقاته الاجتماعية المتواضعة مع أهالي منطقته. في الختام قام الضيوف بتكريم البطل وكذا الوصيف وأصحاب الجوائز الفردية والمساهمين في إنجاح البطولة وسط أجواء مميزة ورائعة بحلاوة أبناء الريف. وفاء جميل يتواجد في حضرة شخصية وطنية قدمت للوطن الكثير على مدى سنوات طويلة. بندر الأحمدي، اليمن اليوم، من عزلة الروس، محافظة إب.